المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. مكتب الزراعة في مدينة عدن قاش يبشر بمحصول وفير. مكتب التعليم بمدينة عرزة يقيم جودة التعليم. فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا ينظم دورات مهنية للشباب في مدينة عدائية. رئيس الصين يدعو الجيش إلى تعزيز استعداده للحرب. إيران تطلق تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا وعمان لتعزيز الأمن البحري. وألمانيا تبدي رغبة في بحث توريد طائرات مقاتلة إلى تركيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مكتب الزراعة في مديرية عدن القاش أن المستوى الذي بلغته الزراعة في المديرية هو نتاج التنسيق بين المزارعين والمهنيين الزراعيين والهيئات الحكومية الأخرى فضلا عن غزارة الأمطار. وذكر المزارعون أنهم قاموا بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه مسبقا وأعدوا حقولهم تطبيقا لنصائح المهنيين الزراعيين. وأشار مسؤول التنمية الاقتصادية السيد برخة محاري إلى القيام بأنشطة واسعة لحماية التربة وحفظ المياه قبل حلول موسم الخريف وزراعة 99% من الأراضي المخطط زراعتها. وأوضح بأنه قد تم السيطرة على الجراد الذي ظهر في مناطق ماي شغلي وقرنفيت وقومو وبوكو وبرار ودبرة وأوغارو، ولا توجد ظاهرة مقلقة حاليا من الجراد والآفات الأخرى. وقال مدير مديرية عدن القاش السيد قدي سيفانوس إن المحاصيل وصلت إلى مستوى مأمون، ودعا الشعب على تكرار الجهود والتنسيق الذي ظهر في الحراثة في الحصاد وجمع المحصول. نظم مكتب التعليم بمدينة عرزة لقاء بمشاركة 800 معلما ومشرفا وإداريا وأعضاء اللجان التعليمية وآخرون ذات صلة بالأمر للتقييم والتشاور على كيفية تحسين جودة التعليم للعام الدراسي 2024-2025. وأوضح مسؤول التعليم المديرية الأستاذ فهوت ولد قرقيس في التقارير الذي قدمها الأعمال التي تم تنفيذها بالنظر إلى نقاط الضعف والمميزات ونواقص العمل التعليمي في العام الماضي. وأفاد أنه 28,297 طالب يتواجدون في مقاعد الدراسة في 80 مؤسسة تعليمية تخدم من مستوى الحضانة وصولا إلى تعليم الكبار، مشيرا إلى ارتفاع معدل الانضمام في التعليم بنسبة 10% وارتفاع معدل النجاح ب 2.3% مقارنة بالعام الدراسي الماضي. وأوضح مسؤول علم التعليم في المديرية الأستاذ طارق الصقاي بضرورة التعرف على الطلاب ذات مستويات أكاديمية متدنية لتقديم المساعدة اللازمة وتشجيع الطلاب على المذاكرة الجماعية، بالإضافة إلى تقوية العلاقة الثلاثية بين المعلم والطلاب والآباء لتحسين أداء الطلاب بشكل عام. وأكد مدير مديرية عرزة السيد كفلم مريم جاهزية إدارة المديرية والشعب بالإضافة إلى الشركاء وقوات الدفاع الارتيالي للمساهمة في توفير ما ينقص من احتياجات المدارس. وقدم المشاركين آراءهم حول ضرورة متابعة الآباء لأبنائهم والإكثار من الواجبات في الفصل وتلك المنزلية للطلاب نظرا إلى فوائدها التعليمية، وتنظيم دورات تأهيلية للمعلمين في إطار تطوير إمكانياتهم ومهاراتهم التعليمية والتعرف على أسباب التخلف من التعليم وضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى حل مشكلة النقص في عدد المعلمين واللوازم الدراسية. عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مندفر اجتماعا في 17 من أكتوبر بمشاركة ممثلين من 15 إدارة الضاحية وعمال المؤسسات الحكومية، بحث دور الشعب لمساعدة أسر الشهداء ورعاية القُصّر المخطئين. وأشاد خبير الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد كبرم إسحاق بدعم المجتمع لأسر الشهداء، داعيا لتعزيزه باعتباره من القيم الوطنية. وأوضح عضو المكتب السيد هبتي عند مريم في الشرح الذي قدمه حول رعاية القُصّر المخطئين أن الأطفال يمكن أن يتعرضوا لسلوك غير مرغوب فيه بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وسوء الرعاية،
وانخفاض الاهتمام الأبوي. وقال إن للمجتمع مسؤولية رعاية الأطفال الذين يواجهون لمثل هذه المصاعب وتقديم الدعم اللازم لهم. وذكر مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مندفر السيد جبريل كعساي ومسؤولة العلاقات العامة في إدارة مديرية مندفر السيدة إلسا هبتسين أن الشعب يقدم الدعم المالي والعيني إلى جانب العون الحكومي لإسر الشهداء، وذكر على العمل الجاد لضمان استمراريته لما له من أهمية عميقة. وطرح المشاركون أن تعمل إدارات الضواحي مع الشعب لدعم أسر الشهداء والفقراء وخلق بيئة للأطفال المخطئين للمشاركة في الرياضة والتعليم والمهن وتفعيل لجنة أصدقاء الشباب. نظم فرع جمعية المعلمين بالإقليم الأوسط يوم أمس 19 من أكتوبر سيمينارا لممثلي المعلمين من كل مدارس الإقليم الأوسط لرفع المعرفة عن دستور وأهداف الجمعية. وأوضح أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية الأستاذ جرماي عندي والأستاذ طارق بإيدو أن الجمعية تأسست عام 1958 وتعمل بعد استقلال إريتريا عام 1991 بإصدار دستور جديد للقيام بالأنشطة المتعلقة بالعمل التنظيمي والتمثيلي للمعلمين. وأضاف أن الجمعية تعمل أولا على تنظيم كل المعاملين في العملية التعليمية والمعلمين الذين يسهمون في هذا الشأن، كما تعمل ثانيا على تقديم الدعم للمعلمين في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وقدموا شرحا مفصلا حول أهداف الجمعية المتمثلة في تعزيز الرؤية والوحدة الوطنية للمعلمين والعمل على تطوير اللغات والقيم الوطنية وتلك الاجتماعية على حد سواء، والعمل بجهد لتطوير وتوسيع المسيرة التعليمية وضمان التقدم العلمي بالإضافة إلى ضمان تحلي المهنيين بالأخلاق التعليمية والمهنية. وناقش الاجتماع التحديات الواقعية التي تواجه العملية التعليمية. وقدم في الختام رئيس جمعية المعلمين الأستاذ سمعان محاري توضيحات عن أنشطة الجمعية وتوجيهات تخص واجبات المعلمين اللازمة مع عضويتهم بالجمعية وعملهم التعليمي. كرمت مدارس سنبل وناسنت وفيلاند ميسيون ودعر قولوس للمرحلة المتوسطة في الإقليم الأوسط في 19 والعشرين من أكتوبر الجاري الطلاب المتفوقين في الامتحانات الوطنية للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 2023-2024. وأفاد مدراء تلك المدارس أن تكريم المتفوقين والإشادة بهم ضرورة تعليمية لتحفيز الطلاب كجزء من المسيرة التعليمية. ونشد أعضاء لجان أولياء الأمور الآباء لمتابعة أبنائهم بجد لتحسين أدائهم الأكاديمي وضمان الاستمرار التعليمي. قدمت ميداليات وشهادات تقديرية للمتفوقين بالإضافة إلى تقديم دراجات هوائية ل3 من طلاب مدرسة فيلاند ميسيون الذين أحرزوا أعلى النقاط بدءا من 100% و99.8% و99.6%. تلقى 86 شاب دورة تدريبية ل3 أشهر في مجالات تصفيف الشعر والتصوير والرقص. أوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية الضايح السيد إبراهيم بارو في مراسم التخريج في 18 من أكتوبر. أوضح أن الاتحاد ظل يعمل لتدريب وتأهيل الشباب في إطار جهود بناء الشباب علميا ومهنيا. وقال مدير مديرية الضايح السيد هبتاتس فازقي إن بناء قدرات الشباب ليست مسؤولية الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وحده، ويجب مساهمة المجتمع عامة. وناشد المتدربون لمواصلة مثل هذا التدريب وإضافة خيارات أخرى. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قوات بلاده إلى تعزيز استعدادها للحرب حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية بعد أيام فقط من إجراء بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان. وأدلى شي بتصريحاته أثناء زيارته لواء من قوة الصواريخ في الجيش الصيني. وقال الشي إن على الجيش تعزيز التدريب والاستعداد للحرب بشكل شامل وضمان أن للقوات قدرات قتالية صلبة.
وأضاف الشي أن على الجنود أن يعززوا قدراتهم الاستراتيجية على الردع والقتال حسب ما ذكرت قناة CCTV الحكومية. ونشرت بكين في وقت سابق مقاتلات ومسيرات وسفن حربية وقوارب لخفر السواحل في محاكاة لتطويق تايوان بسياق رابع، تدريبات واسعة النطاق تجريها في غضون عامين ونيف. انطلقت تدريبات بحرية في المحيط الهندي تستضيفها إيران بمشاركة روسيا وسلطنة عمان مع متابعة من 9 دول أخرى وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. وتهدف التدريبات التي تحمل اسم أيمكس 2024 إلى تعزيز الأمن الجماعي في المنطقة وتطوير التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة، إضافة إلى إظهار القدرات الدفاعية اللازمة لضمان الأمن والسلام في المياه الدولية. وبحسب قناة بريس TV سيتدرب المشاركون على حماية الممرات التجارية الدولية وتأمين حركة السفن، إلى جانب تنسيق عمليات الإنقاذ وتبادل المعلومات في حالات الطوارئ والإغاثة الإنسانية. يذكر أن إيران أجرت في مارس الماضي تدريبات مماثلة مع روسيا والصين في خليج عمان ضمن جهود متواصلة لتعزيز التعاون العسكري بين الدول الثلاث. وتشمل الدول التي تراقب التدريبات الحالية السعودية وقطر والهند وباكستان وبنغلاديش وتايلاند. أبدى المستشار الألماني أولاف شولدز رغبته في بحث إمكانية توريد طائرات بروفايتر المقاتلة إلى تركيا، مشيرا إلى أن هناك محادثات بين المملكة المتحدة وتركيا حول هذا الموضوع الذي لا يزال في مراحله المبكرة. وأضاف شولتز خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: هذا شيء سيستمر في التطور، ولكن بريطانيا هي من تدفعه للأمام. وأعلنت تركيا العام الماضي أنها تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء طائرات يوروفايتر تايفون رغم اعتراض ألمانيا على هذه الفكرة. ومنذ ذلك الحين تشتكي أنقرة من عدم إحراز تقدم في هذا الملف بسبب معارضة برلين. من جانبه أكد أردوغان اهتمامه بتعزيز التعاون في مجال التسليح، وأضاف أن تركيا تأمل الحصول على حوالي 40 طائرة يوروفايتر التي تشارك ألمانيا في إنتاجها، لذا يحتاج توريد هذه المقاتلات إلى الحصول على موافقة الحكومة الألمانية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تسببت الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها إيطاليا في الأيام القليلة الماضية في حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من منطقة إيميليا رومانيا. وأسفرت الفيضانات عن وفاة شخص واحد بعد أن جرفت السيول سيارته أثناء احتجازه بداخلها. وتلقى رجال الإطفاء أكثر من 300 طلب استغاثة. وفي منطقة بولونيا تفاقم الوضع بسبب فيضانات نهر رافوني ونهر سافينا ونهر زينا ونهر إيديتشي. وهطلت أمطار غزيرة في عموم إيطاليا، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات خاصة في مناطق ليغوريا وتوسكانا والصقلية. نتيجة لذلك تم إجلاء العشرات من السكان، كما تم إغلاق المدارس والمنتزهات العامة. نختم النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مكتب الزراعة في مدينة عدن القايش يبشر بمحصول وفير. مكتب التعليم بمدينة عرزة يقيم جودة التعليم. فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرثا ينظم دورات مهنية للشباب في مدينة عد أيح. رئيس الصين يدعو الجيش إلى تعزيز استعداده للحرب. إيران تطلق تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا وعمان لتعزيز الأمن البحري. وألمانيا تبدي رغبة في بحث توريد طائرات مقاتلة إلى تركيا. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.